ممكن نقول ايه الهويات الاخرى في مصر. يعني مثلا عندك مثلا قبائل سيناء كان ليها شكل، قبائل الصحراء الغربيه كان ليها شكل، الصعيد مصر ليه شكل، وجه بحري ليه شكل، السواحل ليها شكل. هو كل اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول كلها جزء من هذا الوطن الجميل، واحنا جزء، لكن احنا بنختلف فقط في اللغه النوبيه. واللغه النوبيه من اهم الاشياء اللي احنا بنتميز بيها، وعاداتنا وتقاليدنا. بتختلف العادات والتقاليد واللغه بيننا. احنا عندنا اللغه بتقرا وتكتب، دي من اهم الاشياء. وغير بقى ان احنا مثلا معروفين من اولاد كوش اللي كانوا بيحكموا مصر سابقا، فدي كلها حاجات من الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها في ان احنا من عصب هذا البلد الجميل. تقرير خاص جدا عن تاريخ النوبه مشاهدينا الكرام، نلتقيه ونعود مره اخرى لاستكمال الحوار عن النوبه. شمال السودان، ويسكنها النوبيون الذين يتحدثون بلغة أو لهجة إفريقية قديمة لم يكن لها تراث مكتوب، كما أن النوبيين يتحدثون باللغة العربية منذ أن دخل أهل النوبة إلى الإسلام. كان قدماء المصريين يطلقون على بلاد النوبة بلاد كوش، والتي تقع من جنوب أسوان وحتى الخرطوم، حيث يعيش شعب النوبة، وحتى جنوب مصر ومنطقة السد العالي الحالية. وقامت ممالك امتد نفوذها على وادي النيل بمصر حتى البحر الأبيض المتوسط شمالا. ويرجع تاريخ النوبة إلى العصر الحجري في عصر ما قبل التاريخ، وقد ساعد انتقال الخبرات النوبية إلى مصر على استقرار المجتمعات البشرية في شمال الوادي وتطورها، مما كان له الفضل في قيام الممالك المصرية القديمة لاحقا. وكان المصريون القدماء يعتبرون النوبة مصدرا للذهب ومركزا تجاريا للمواشي والعاج والرقيق من إفريقيا الوسطى. وقد أثر ارتباط النوبة بمصر على الفن النوبي والعقائد. وخلال القرن السادس الميلادي اعتنق شعب النوبة الديانة المسيحية، وبقي جزء كبير من النوبة مسيحيا حتى القرن الرابع عشر الميلادي، عندما فتح المسلمون المنطقة ونشروا الإسلام ورسخوا قواعده. وتهتم الحكومة المصرية بتنمية مناطق النوبة في إطار اهتمامها بتنمية مناطق جنوب الصعيد كافة، وتقوم الحكومة بمد كافة الخدمات لقرى النوبة الموجودة على امتداد محافظتي قنا وأسوان في جنوب الصعيد. وتولي الحكومة عناية خاصة بالأراضي الزراعية في مناطق النوبة. أستاذ مسعد، يعني من شوية قلت لي أن الحضارة النوبية تختلف عن الحضارة الفرعونية. قلت لك انتوا اصولكم فرعونيه وانتوا عايشين في نفس الاماكن اللي عاش فيها الفراعنه. لا، الكلام ده مش صحيح. عايز اسمع منك التعليق ده، وعايز برضه الناس كلها تسمع. انت عشان تدخلني بقى في الحته دي هنقعد نتكلم كتير. اديهاني ببساطه عشان احنا برضه لغايه دلوقتي ما اتكلمناش عنه. لا، هو انا هقول لحضرتك الكلام معاك طبعا شيق وممتع. تسلم يا استاذ مصطفى. تسلم يا استاذ مصطفى. الموضوع دوت يزيد شرحه قوي، واحنا عاملين دلوقتي ما بيننا وما بين مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي قعدات طويله جدا عشان بنتناقش في المواضيع دي. عشان اخش معاك في الموضوع ده هنقعد فيه ساعات وساعات، فدع الامور الان تسكت كده كويس، لان انا لو اتكلمت معاك هنخش في متاهات. لكن احنا بنقول حضاره نوبيه، حضاره قديمه من منذ 7000 سنه. مش عايزين نتطرق الحضاره النوبيه والفرعونيه في اتجاهين متساويين، واحنا لكنها مختلفه. هذه الحضاره تختلف عن الاخرى، تختلف اختلاف بسيط، ما نقولش اختلاف كامل، لكن احنا مصريين عصب هذا البلد، فمش عايزين نتطرق لهذه المنطقه او هذا الكلام لحد ما نرجع لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ويثبت لنا في الاخر اي الحضارتين اكتر من الثاني. طيب خلينا نتكلم عن المؤتمر. مشاكلكم كانت هو بعد ما احنا شفنا واهل بلدنا وقلنا المقارنه اللي احنا قلنا عليها، يعني هتلاقي العالم كله العمر الافتراضي للانسان بيزيد مع الطب، مع الحاجات اللي بتحصل في التكنولوجيا اللي احنا فيها حاليا. لكن النوبه زمان كان عمر الافتراضي للانسان 90 سنه. حاليا في المكان اللي احنا رحنا فيه اللي هي المنطقه الصحراويه 70 سنه. هتلاقي ان المنطقه اللي احنا فيها الشباب كله مغترب، الشباب كله بره مصر. هتلاقيهم في المحافظات، لان مفيش مصانع حوالين ال 44 قريه. خلي بال حضرتك، احنا بنقول النوبه مش 44 قريه بس، لا، ده انت موجود عند حضرتك في غرب اسوان وغرب سهيل وجبل تجوج، في قرى ثانيه بس موجوده على ضفاف النيل. تمام. اذا
ال 44 قريه اللي موجودين احنا فيها دي، اللي احنا قاعدين فيها دي، هي ما فيهاش مصانع حوالين المنطقه. عشان كده هتلاقي ايه؟ نسبه البطاله على مستوى مصر 9.7%. لا، البطاله على مستوى ال 44 قريه 45%. نسبه العنوسه على مستوى مصر هتلاقيها 7.6%. العنوسه لا، عندنا في القريه 35%. الاسباب ايه؟ الاسباب ان ما فيش حوالين المنطقه مصانع. الشباب كلهم بيضطروا يطلعوا بره وبيهاجروا، يروحوا دول الكويت والسعوديه او اي دول في العالم. فهتلاقي ان هو الشباب بتاعنا بيتجوز بره، ما بيرجعش تاني للمنطقه. فدي من ضمن الاسباب اللي خلتنا بنقول تواصل ما بين النوبه القديمه بس عايزين برضو والجديده. يعني ما ننساش ان الدوله يعني عامله برنامج خاص لصعيد مصر في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي، ومخصصه فيه جزء كبير عن النوبه. احنا سعداء بهذا القرار وسعداء بالقرارات اللي طلعت كذلك، لكن احنا هنقول دلوقتي الكلام اللي حضرتك بتقوله لحد دلوقتي قرارات. تفعيل طب ما في طبق خلال منها قد يا ايه؟ أستاذ مصطفى؟ افندم؟ ما طبق من هذه القرارات؟ لا، الى الان لم يطبق اي شيء. احنا بنتكلم بنقول ايه؟ هو تم حاليا، يعني احنا بعد ما لفينا كل القرى واجمعوا على 5 نقاط. ال5 نقاط دي كلهم اجمعوا عليها ان هم في احتياج ليها. ولو ال5 المتطلبات دي، خلي بالك مصر كلها فيها مشاكل، لكن احنا بنطلب حق مستحق كان يجب ان يؤخذ من 1964. يعني جمال عبد الناصر قالها صراحة: البيت بالبيت والأرض بالأرض. حتى يومنا هذا في ناس كتيرة ما خدتش الكلام ده. فإحنا بنتكلم في حق مستحق، لكن كمشاكل عامة ما بنتكلمش فيها، لأنها موجودة على مصر. يعني قول لي ال5 نقاط ايه؟ بالظبط المطالب تحديدا. الأول حاجة فصل نصر النوبة دائرة مستقلة لمجلسي الشعب والشورى. يبقى دايره خاصه في مجلس الشعب. يبقى في حد بيتكلم عن مشاكل النوبه داخل مجلس الشعب والشورى، ودي مطلب من كل النوبيين المتواجدين على مستوى جمهوريه مصر العربيه. تمام. القرى الجديده اللي تم بنائها بجانب اراضينا القديمه، القرى الجديده تم بناء 3 قرى حاليا على ضفاف البحيره، تمس وعافيه وجرف حسين وكلبشه. تمام. لن يقطن فيها الا 10% فقط نوبيين. احنا بنطالب زي ما قال الرئيس حسني مبارك الاولويه للنوبيين. بنطالب المنطقه دي ما تقلش عن 50% للنوبيين. ليه؟ لان عايزين تواصل ما بين القديم والجديد. اولادنا دلوقتي القرى دخلت في بعضيها، ما بقتش قرى، بقت احياء. فعشان كده طالبين ان اولادنا يروحوا في المنطقه هناك. بنقرا دلوقتي برضه تصريحات الرئيس مبارك عن الاولويه لاهالي النوبه في توزيع الاراضي. يعني الكلام ده 2006 في اكتوبر 2006. فاحنا بنطالب ان النقطه اللي هي الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان القرى دي هتزيد ل10 قرى.